وقت اللي الناس لسه بتقول العربيات الكهرباء مش عملية، الصين يا عزيزي المشاهد كان لها رأي تاني خالص. رحبوا معايا بالزيكر 8 اكس، الوحش الصيني العملاق. العربية دي مش جاية تنافس، ده جاية تكسح الكل. احنا بنتكلم عن عربية رياضية عائلية وزنها يقارب من حوالي 3 طن. انت متخيل؟ لكن ارقامها ارقام سباق. قوة بتوصل ل 1381 حصان، وتسارع من 0 ل 100 في اقل من 3 ثواني. نكتفي بكده؟ لا، لسه التجيل مجاش. العربية تقدر تمشي كهرباء بس مسافة كبيرة جدا، ومدى اجمالي مع البنزين والكهرباء يوصل لاكتر من 1400 كيلو متر. يعني تشحن وتسافر وتنسى يعني ايه محطة بنزين. والاقوى بتشحن من 20 ل 80% في حوالي 9 دقائق، وده بيرجع للتكنولوجيا ال 900 فولت زائد معدل شحن 6 سي. ببساطة 1 سي بيساوي ساعة شحن، 6 سي بيساوي 10 دقائق. يعني تشحن العربية وانت بتشرب قهوتك وترجع تكمل سفرك عادي. العربية هيجين قابلة للشحن، يعني فيها موتور بنزين 2000 تربو زائد مواتير كهرباء. في منها نسخة بموتورين كهرباء وفي منها نسخة ب3 مواتير كهرباء. بطارية حوالي 70 كيلو واط ساعة، ومبنية على منصة متطورة جدا من شركة جيلي. نتكلم عن حجم العربية، الطول حوالي 5.1 متر، قاعدة عجلات 3.6 متر، يعني مساحة وراحة عيلة كاملة من غير أي تنازلات. ومن ناحية التكنولوجيا، العربية دي فيها تكنولوجيا رهيبة. اسمع الرقم ده: 5 وحدات ليزر مسح زائد 43 حساس، وقادرة على المعالجة 1400 تيرة عملية في الثانية. العربية تحس ان هي شايفة وبتفكر وبتاخد قرارات في اجزاء من الثانية. تقدر تسحب مقطورة لحد 2.5 طن، وده مش رقم قليل. وفيها اوضاع تشغيل كهرباء فقط. هيجين بنزين. العربية من الداخل شاشة عضوية متطورة، نظام صوت 29 سماعة، 5 أو 6 مقاعد، وشنطة توصل ل 2200 بعد طي الكنبة. والغريب بعد الإعلان الأول عنها 10,000 حجز في أقل من 38 دقيقة، 30,000 حجز في أقل من 48 ساعة. والحجوزات دي تمت داخل السوق الصيني فقط. العربية دي مش مجرد عربية عائلية، ده تعريف جديد لفكرة الهجين. السؤال بقى ليك: لو العربية دي نزلت مصر ممكن تسيب البنزين وتدخل الجيل الجديد؟ ولو وصلت لحد هنا اخبط القلب الجميل بتاعك وقول لي رأيك في العربية دي بالظبط. وصلي على الحبيب واشترك في الصفحة يا ديب. سلام.